كل عيلة من عائلاتنا فيها شخص لازم يكون عنده حدوتة عنك من وانت طفل صغير، يفضل يحكيها لك لحد ما تكبر وما تزهقش ابدا من اي حاجة في الدنيا قد ما تزهق من الحدوتة دي. عندنا في عيلة ماما حد كده اسمه عمو عزيز. عمو عزيز كان زائر اساسي لبيتنا وقت ما كنا عايشين في السعودية وانا صغير. عمو عزيز كان عايش في الرياض واحنا كنا ساكنين في جدة، والمسافة ما بين الرياض وجدة تقدر تعتبرها مش مسافة عظيمة قوي، يعني بالنسبة لواحد مدمن سواقة زي عمو عزيز. فكان موجود على طول عندنا. عيد صغير تلاقي عمو عزيز، عيد كبير ما يمنعش. رمضان كان بيبقى ليه 4 افطارات اساسيه ثابته عندنا في البيت، واحنا بيتنا كان نساع من الحبايب ألف. فكان على طول عندنا اعياد، مناسبات، راس سنه، عيد عمال. طب يا عم عزيز عيد العمال ده في مصر واحنا هنا في السعوديه ايه؟ لا ما انا خدته اجازه وقلت ده اقعد معاكم. طب اهلا وسهلا. فانا كان برضو من حظي اللطيف جدا الحقيقه انه اول رمضان قررت اصومه في حياتي كان عمو عزيز جاي يفطر معانا اول يوم رمضان هو ومراته واولاده. هو انت صحيح ناوي تصوم يا اسماعيل؟ امال انا قررت وعملت فيها كده 7 رجاله في بعض وخدت حبوب الشجاعه، وجه اول يوم رمضان وانا فضلت صامت اسد. بس الحقيقه انه فتره صمودي استمرت لحد توقيت مستحيل اي بني ادم طبيعي يستوعب ان الصيام يقف هنا. المغرب كان بيأذن الساعه 5 بالظبط. انا فضلت صايم لحد الساعه 5 الا 5. الساعه 5 الا 5 انا واقف قدام باب المطبخ. ماما كان عندها طقس كده مهم جدا في تحضير الفطار، والحقيقه ان هي لسه متابعاه لحد النهارده. وجبه الفطار لو فيها بطاطس محمره، فالبطاطس المحمره ما تتعملش من بدري كده مع بقيه الاكل، لا، البطاطس المحمره اخر حاجه تتحمر وتتجهز قبل الفطار ب5 دقايق. البطاطس المحمره تطلع من الزيت على الأذان على طول. وفي مشهد سرياني حزين انا واقف قدام باب المطبخ شايف ماما بتحمر البطاطس، شايف الدخان، شامم الريحه، وانا الحقيقه يعني اقدر ان انا اقاوم 4 رجاله جايين يتكتروا عليا ويضربوني وعافر معاهم واضرب انا كمان، بس ان انا اقاوم البطاطس المحمره بتاعت ماما دي ما بعرفش اعملها ابدا ابدا. فانا كنت واقف قدام باب المطبخ لقيت نفسي جوه المطبخ. انا بيجري ومش عارف اعمل ايه، ماسك البطاطسايه في ايدي وراحت بقى زلكت مسلكها. ماما بتطلع الكبشه الثانيه بتلف، شافت المنظر، ايه ده؟ ده المفروض عليه 5 دقايق. 5 دقايق قلت لي يعني كتير ولا شويه يا ماما ولا ايه بالظبط؟ مش فاهم يا ابني، ده احنا خلاص بقى ماما خلاص، انا كلت واللي حصل. مين طالع من الحمام معدي من قدام باب المطبخ؟ عمو عزيز. شاف المنظر وشاف المشهد واتفاجئ، طلع بره للجرمه اللي قاعدين دول كلهم، بابا، اخواتي، مرات عمو عزيز، بناته بيلعبوا معايا من شويه، وبص لهم كلهم، يا جماعه اسماعيل فطر قبل الاذان ب5 دقايق. يا عم عزيز ايه
الفرحه والانشكاح اللي انت في امها؟ يعني يا عم ده انت يوم ما اتجوزت طنط اللي قدامي دي ما كنتش فرحان بالمنظر اللي انت في ايه؟ انا شكلي بقى مش عارف اروح فين. طنط مرات عمو عزيز بتبص لي، ايه يا اسماعيل يا حبيبي ما قدرتش تصبر 5 دقايق ليه يا بابا؟ بنوته صغيره سنها من سني ولا اكبر مني بسنه ونص سنتين تبص لي وتضحك، ايه اللي فاضل قبل الاذان 5 دقايق؟ خلاص بقت الحفله بقت عليا. انا اعتقدت واقتنعت، انا اقتنعت انه السياح اللي عمله لي عمو عزيز ده يعني ايه موقف وعدى خلاص، عدى مش مشكله. وده خلاني انه انا على مدار 29 يوم كاملين ما فطرتش ولا يوم، ويمكن كمان حتى لما كبرت انا لحد النهارده ولحد اللحظه اللي انا قاعد فيها دلوقتي ما عداش عليا يوم فاطر من وانا طفل صغير، والحمد لله. الا انه اليوم ابو 5 دقايق بتاع عمو عزيز ده فضل لازق في ذاكرته اكتر، وزي اللبانه اللي لزقت في شعره. عمو عزيز لما جالنا في العيد الصغير بعديها بشهر واحد بس لازم كان يفكرني، فاكر اسماعيل الشهر اللي فات في اول رمضان لما اخدت اي فطار 5 دقايق؟ فاكر عمو عزيز، فاكر. عمو عزيز جالنا في العيد الكبير، فاكرين يا جماعه اسماعيل؟ ما خلاص يا عمو عزيز. ايه؟ عمو عزيز رمضان اللي بعديه بسنه وهو بيفطر معانا في اول يوم. فاكرين السنه اللي فاتت يا جماعه؟ فاكر يا اسماعيل قبل الاذان ب5 دقايق؟ يا ريتك ما عديت من قدام باب المطبخ في اللحظه دي يا عمو عزيز. عمو عزيز فضل يفكرني بالعار اللي لزق فيا وبقى خلاص جزء من هويتي بيكبر معايا، وانا يعني خلاص استسلمت للامر الواقع لحد ما في سنه 98 سيبنا السعوديه ومشينا. الحمد لله مش هنشوف عمو عزيز تاني. عمو عزيز ما بيجيش مصر وما بينزلش مصر اساسا. عمو عزيز ما جاش مصر غير في سنه احنا سيبناها 98، هو جه مصر في 2013. وكان من الطبيعي انه مش بس يكون نسى حواديت رمضان ونسى حكاياتنا الرمضانيه وتجمعاتنا وانا عملت ايه، كان من الطبيعي كمان انه هو يكون نساني انا شخصيا. فماما اول ما قالت لي انه عمو عزيز جه انا قلت لها يلا نروح نزوره، والعيله كلها كانت متجمعه. واول ما شفت عمو عزيز انا حسيت انه الراجل ده انا لو عديت من قدامه بالصدفه في الشارع انا ما كنتش هعرفه. كبر كده، وهو اول ما قعد بدا يتكلم معايا حسيت ان هو بيجمعني بالاسئله، حسيت ان هو بيفتكرني بالحاجات اللي هو بيقولها. كان مسقطني اصلا. وانت بقى يا حبيبي اسماعيل عندك كام سنه؟ بسم الله ما شاء الله. ويا ترى اتجوزت ولا لسه يا واد؟ لا والله يا عم عزيز، اصل انا يعني موضوع الجواز ده ليا راي مختلف عن بقيه المجتمع في الموضوع ده. عم عزيز تحمس كده وقال لي قول لي بقى الحاجات دي واحكي لي. انا بحب الراي والراي الاخر، وفي وسط ما انا مندمج وبقول لعم عزيز كلام مهم وعميق وانا مركز في اللي انا بقوله جدا وبعرفه الراي والراي الاخر اللي هو طلب يعرفه. عم عزيز الراجل الناضج العاقل الكمل اللي ما تطلعش منه العيبه، كبير في السن كده، قطع في كلامي في نصه وبدأ يبص لكل الموجودين ويتأملهم ويبص واحد واحد، بابا واخواتي وخالي وخالتي وولاد خالتي وبنات عم عزيز اللي كانوا بيلعبوا معايا في الطفولة دول وبناتهم بقى دلوقتي. يا جماعة أنا عايز أحكي لكم حاجة عن إسماعيل وهو صغير في رمضان. إيه يا عم عزيز؟ ليه يا عم عزيز؟ ليه؟ أنا بقيت باصص في الأرض. أنا جوايا حاجة بتقول ليه يا عم عزيز؟
انت ليه فاكر؟ ليه؟ ده انا نفسي نسيت، ده انا اتغيرت عشانك. عمو عزيز لما جاء مصر في سنة 2024 انا رفضت اروح ازوره اصلا. ماما بتتحايل عليا، طب ده عمو عزيز قاعد اسبوع يا دوبك وهيرجع السعوديه تاني، انا مش رايح ومش بزور حد. طب ده عمو عزيز ساكن في الاقبال وانت ساكن في جناكليس يا حبيبي، ده المسافه ما بينكم، انا ما بروحش الاقبال. واكتشفت مع الزمن ان كل عيله لازم يكون فيها عمو عزيز خاص بيها، شخص عارف حواديت عن كل اطفال وشباب وبنات العيله، ماسك سيديهات على واحد واحد وواحده واحده من وهم صغيرين لحد ما يكبروا. وعلشان كده لو لقيت نفسك ناوي في اي وقت من الاوقات تعمل حاجه كده ولا كده، يعني غصب عنك وكده كده، يعني ربنا غفور رحيم يا عم، اوعى تقلق، اوعى تخاف. لو في اي حد معدي او اي حد واقف ما يهمكش الا لو كان عمو عزيز.